الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أعوان الشركة الجهوية للنقل ببنزرت والتي توقف فيها نقل المسافرين لمدة ساعتين جاءت ردا على الاعتداء البدني الذي تعرض له سائق حافلة بالشركة أثناء قيامه بعمله من قبل عون أمن. بحث الورشة المركزية وأنا خارج من الأوتوروت ما تقدمليش العون الأمن هذا يعني بالمسبق باش يقول لي كيف يقولوا نحن هبطني لهنا، ما تقدمليش. شفت ما عندي حتى شيء في الرون بوان، وصلت السيارة نتاعي إذا به وقف بجنبي وبصبعه على كتفي هكا هبطني لهنا. يا محمد وين ماشي؟ اللفظ هذا مع العلم انها ماهيش محطة ما هبطوش فيها. كنت اخذ قلت له يا سيد تكلم باحترام قدام العباد وقول من فضلك خويا كيف يقولوا نحن هبطني لهنا نهبطك بمزيتي. إذا به سبان والدين ويجبد رشاشة تاع غاز تشني بها في وجهي ويضربني بلكمة. أعوان شركة النقل طالبوا سلطة الإشراف بحماية الأعوان والتدخل العاجل لرد الاعتبار لهم ووضع حد لمثل هذه الممارسات، ممارسات أكدوا أنها تكررت من قبل أعوان الأمن عند امتطائهم للحافلة إلى جانب امتناعهم عن الاستظهار بهوياتهم المهنية. صارت عديدات قبل عدينا كتبنا عملنا ما صار حتى شيء، سلطة الإشراف مرات حتى شيء ورات حتى عين اعتبار. احنا المرة هذه وما زلنا باش نساعدوا، يعني المرة هذه كان زميلنا ما ياخوش حقه رانا باش نزيدوا نساعدوا. ما تعطاو المجانية النقل للشرطة، بعض الشرطة ومش الكل، نورمالمون سند لينا. ما ولات حكايه يطلع بلاش يجي يتبرب عليك ما يعطيكش حتى كارت سيرفيس. فما بعض العوان الامن يرفضوا باش يعطيوك لانه العدد نتاع البطاقه نتاعو وما همش الكل، فما اللي يعطيك صحيح وفما اللي يعطيك ماتريكيل تاع كهرباء، فما اللي يعطيك دات نيسونس نتاعو، فما نمرات غلطه. وبالنسبه لنا احنا الاتفاقيه اللي صارت اللي قالوا كل شهر وزاره الداخليه وزاره الماليه تتعاد باش تخلص، احنا رانا شركه نقل واللي كان انتم ما تدعموناش مجانيه التنقل هذا ومجانيه التنقل هذا ومجانيه التنقل هذا ولات شركه خير. احنا تحديد عدد المقاعد في كل سفره هيك اللي طالبين. وردا على هذه الحادثة صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد خالد طروش في اتصال هاتفي أن ما قام به عون الأمن يعد تجاوزا فرديا والقضاء هو الجهة المكلفة بالنظر في هذا الاعتداء، علما وأن الشركة الجهوية للنقل ببنزرت قامت بالإجراءات القانونية اللازمة.